وما تنساش حقنة الأنسولين لو هتطلب قنبلة الحشاشين، وعلى رأي اللي قال أكدوا من الفرط الجمالي أذوبه. يلا بينا نشوف مراحل اكتمال القمر. قنبلة الحشاشين اختراع جديد من ساتاموني، حاجة كده محرمة دوليا لأصحاب السكر والقلوب الضعيفة. عجينة البيتزا عادية خالص، وبدل الموتزاريلا هنديها صوص الشوكولاتة، وبدل الكريسبي أو البرجر هننزل عليها ب2 هوهوز، وعشان الناس اللي بتحب الكريمة ما تزعلش نديها 2 توينكس. وبدل بقى صوص الشيدر أو الباربيكيو أو التكساس في القنبلة العادية في ساتاموني هنديها رشة بسكوت أوريو وعليها رشة بسكوت لوتس. وعشان ندخل بقى في غيبوبة السكر رسمي ننزل عليها بالدارك والوايت شوكليت مع بعض عشان نجيب النهاية. خلصنا بقى كفايه كده؟ لا استنى، يعني انت حطيت كل ده جت بقى على صوص الكراميل؟ يلا يلا اديها كراميل. نقفل بقى العجينه، والله يكون في عون العجينه. صعبون عليا بصراحه. يلا مش مهم، فدا اي حد بيعشق الحلويات، ساتاموني هيدلعك، بس ما انصحكش تقوم بالجريمه دي لوحدك ايا كان الزمان والمكان. وكده تمت مراحل اكتمال القمر بنجاح، ودي كانت النتيجه اللطيفه. نسكت بقى كده؟ لا ما نسكتش، اديها بقى من فوق دارك ووايت شوكليت مع بعض وحبه بسكوت لوتس عشان الناس اللي بتحب القرفه. وده كان الفرق بين الاختراع الجديد قنبله الحشاشين الحلو وقنبله الحادق المعموله بالبرجر او الكريسبي في ساتاموني.